بيته خلاص مفيش مشكله. وهنا الصحافه هاجمت صباح جدا في مصر علشان هي اتجوزت رشدي أباظة. طب ندخل بقى في صباح قبل ما نسيب الموضوع. صباح بقى صباح مين اللي خانها؟ هي في لقاء ولسه موجود على اليوتيوب مع وائل الإبراشي في 10 مساء، موجود من سنين طويله قوي، وفي نهايه حياه صباح تقريبا لانها ما كانتش قادره تتكلم. قالت نصا كده والموجود على اليوتيوب نقدر نشوفه لحد النهارده، قالت كل اللي اتجوزتهم تقريبا خانوني. هي كله يعني لو جينا نقول هي صباح الله يرحمها يعني اتجوزت عدد كبير من الناس، 13 قالت حاجه كله كده الله اعلم، بما فيهم رشدي أباظة تحديدا، خصته بالاسم وقتها الاستاذ وائل الإبراشي سالها عن رشدي أباظة، قالت ان هو كان جميل وكان حنين جدا وكان رومانسي. لا وكنا بنسمع ان هو كان بيحبها قوي وكان بيحبها جدا، بتقول ان هو كان بيبعت لي ورد طول اللي احنا قلنا من العمر. شويه بيحبها وخان. هو رشدي أباظة اسمه دون جوان او الاسم الشهير بتاعه دون جوان، ويمكن يعني ليه من اسمه نصيب يعني المجموع حوالي 13 على ما اذكر اللي اتجوزوها اتخانت منهم وفقا لتصريحاتها، ده مش مثلا يعني مقاله ولا حاجه. نقلل شويه خليهم 7 بس يعني ده عدد فظيع. وفنانه جميله زي دي في وقتها كان الملوك بيتمنوها وكل الناس بتتمناها، كل الرجاله يعني بيتمنوها. فان هي تتخان دي حاجه، عارف لو هي ما كانتش اعترفت الاعتراف ده مستحيل كان حد يصدق ان ممكن حد يخونها. ده حقيقي صح كده؟ صح. وصباح يعني صباح بتتخان يا جماعه. احنا نعمل ايه؟ انا واضح ان انا في صف حضرتك النهارده مش في صف الرجال ولا ايه؟ لا انا اللي هوقعك. انا جاي اعترف تقريبا. لا انت جاي تدافع عن الرجاله بس انا هوقعك. ماشي.